مدام. الله، مفيش احسن من كده. يا وعدي يا وعدي مفيش اوحش من كده. يا اخي النبي تسلم. ايه؟ افرض انا والهام ما كناش متجوزين، كنت تتجوز مين يا عباس بيه؟ هتجوزكوا انتوا الاثنين. يا وعين فارغه. مدام كاترين. اهلا يا شريف، انت ما بتلعبش ليه؟ ايه اللي مقعدك كده يا اكسلون؟ انت شايف ايديا مش فاضيه. انا عايزك في حكايه مهمه. امر يا اكسلون. عن اذنكم. اتفضلي. قولي لي بقى، الفرسه اللي كانت عندك النهارده الصبح تبقى مين؟ اني فرس؟ اللي كانت لابسه تاير رمادي وبتقيسي عليها الفستان الكحلي. سميحه. يا شيخ دي بنت غلبانه، دي مش بتاعت كلام فارغ زي ده يا عباس بيه. غلبانه ازاي؟ امها ميته ومرات ابوها معذبها قوي. انا نصير الغلابه. اسمعي، انت جامده ولا فيش حاجه تقف قدامك ابدا. خدي هادي يا ستي مقدم الاتعاب. ما تخليه يا عباس بيه، ده انا اختمك بعينيا. الحقوا يا جماعه، لموا الفيش ورا بسرعه. عبده غطي الترابيزه يا عبده. ها ادعي. اخرج. جوزك ايوه قومي. فؤاد بيه، ايوه اعمل معروف، خد جيهان وانزل بيها من سلم الخدامين ووصلها البيت حالا. حاضر. يلا يا جيهان. افتح الباب. شنطتي بس انزلي وابعتها لك بكره. انزلي. فين مدام زفت؟ اهلا وسهلا يا شيرين. اي خدمه يا اكسلون. فين جيهان؟ جيهان هانم قالت لك انها جايه النهارده، انا ما شفتهاش. انا متاكد انها هنا. واحده كلمتني بالتليفون واحده كلمتك بالتليفون وقالت لك انها هنا. دي لا تهزر يا علي بيه. انا كنت اتمنى انها تكون موجوده علشان الليله عيد ميلادي. عيد ميلادك الاسبوع يا مدام، مش كده؟ لو تعرف الازواج المآسي اللي بتحصل هنا، ما كانش في حد يسمح لمراته انها تعرف واحده زيك. ايه الكلام الفارغ اللي بتقوله يا علي بيه؟ انا خياطه كبيره وشريفه. وعلى تحل تدبر عائلات البلد. اما دي قله ادب صحيح. انت بتشك في شرفنا ولا ايه؟ لا استغفر الله العفو. انت لو كنت راجل كنت عرفت ارد عليكي، لكن يظهر ان مفيش رجاله هنا. مفيش رجاله؟ لا 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 لا، اسحبها من فضلك، نحن هنا. وريله اننا رجاله يا عباس بيه. انت ما حدش مالي عينك هنا ولا ايه؟ ها؟ لا مفيش هنا. بونجور يا سمسمه. ازيك يا شريف؟ انا عايزاكي تفوتي عليا الساعه 11. طيب انا جايه حالا. بتكلمي مين يا بنت؟ دي مدام كاترين الخياطه يا طنط. هو انت مالكيش سنه غير الخياطه؟ وعايزه منك ايه؟ الفستان الكحلي عايز كلفه 4 متر، هروح اجيبه لها. حاضر يا مدام كاترين، انا جايه حالا. والله عال، بتتفقي من غير ما تستأذني. لا طبعا بعد اذنك يا طنط. تصوري يا مدام، ساعه وانا واقفه على رجلي في الشارع وحضرته سايبني ارن، وتاني يوم اقابله يقول لي بكل برود متاسف نسيت. ما تزعليش روحك يا حبيبتي، بس لما اشوف وشه. عن اذنك يا حبيبتي، يلا غيري فستانك. الو، اهلا يا شريف. بونجور يا اكسلونس. امال سميحه هتكون الساعه 11 هنا بالظبط. اوفر. احسان بيعوز جنابك حالا. اهلا يا شريف. بونجور يا اكسلونس. بونجور. يظهر انك مش فاضيه يا مدام، مش عايز اعطلك. ابدا يا اكسلونس، انا تحت امرك. انا جاي ادفع الحساب بتاع سناء هانم، هو مش 120 جنيه برضه؟ لا 110 بس يا اكسلونس. معلش خلي ده علشان. اوه ميرسي يا اكسلونس. اوفر. دقيقة واحدة وهكون تحت امركم. اعذرني يا عزيزتي هانم، انا اتاخرت عليك يا حبيبتي شوية.
الله، ده طالع شيك قوي. اهو ده اللي هيجنن صاحبنا. هو ده في حاجة بتجنن وده هو اللي هيجنني. ايوه، فيها حالم يا مدام. دخلها في الصالون. حاضر. عن اذنك يا حبيبتي. اتفضلي. عبده، فندم. خد الفستان ده وديه الورشه. حاضر. اهلا 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 سمسمه. انا شفت لك حته دي عريس لكن عن قوي. صحيح؟ مين؟ عباس بيه محمود. عباس بيه محمود مين؟ الشاب اللي كان لابس كرافته مقلمه ساعه ما كنت عندي امبارح. ما خدتش بالي. القصد ده معجب بيكي قوي، وده شاب من عيله كبيره وغني، وعلى الاقل يا سمسمه يا حبيبتي تخلصي من الغرب اللي انت فيه ده. طيب ما عنديش مانع، بس خليه يروح يكلم بابا. بابا مين يا ستي؟ هو بابا اللي هيتجوزه ولا انت اللي هتتجوزيه؟ مش على الاقل تعرفيه وتتكلمي معاه اذا كان يعجبك ولا يعجبكيش. ايوه عباس بيه جه. خليه يتفضل. لا بلاش يا مدام، اعملي معروف، انا مش متعودة على المواقف دي. ما تبقيش عبيطه، ده شاب لطيف قوي. اهلا اهلا يا شريك، اهلا. مدموزيل سميحه، عباس بيه. تشرفنا. عن اذنكم اما اروح اشوف بقى الزباين. ها مدام كاترين جايه حالا يا حبيبتي. اتفضلي. ايه؟ خايفة مني ولا ايه؟ لا ابدا مش خايفة ولا حاجة، بس ايه؟ لا ده يظهر انك مش فاكراني خالص. تعرفني احنا اتقابلنا هنا امبارح؟ مش واخدة بالي. أنا أسعد مخلوقة يا عباس، كانت حياتي جحيم قبل ما أعرفك. أنا كمان كنت وحيد يا سميحة، أنت علمتيني معنى الحياة. يا تاجر العمر اكبر والنبي بخاطري، اكسبك كام سنة وارجع سنة بدري. أنا خايفة يا عباس. خايفة؟ خايفة من إيه يا حبيبتي؟ خايفة لأكون تكوني يا عباس، مش قادرة أقول. يا شيخة ولا يهمك، بصحتك. العمر يجري، ده العمر يجري وانا دمعي ورا يجري، واشوف سواد الليالي في بياض شعري. ايام شبابي فاتتني تعيش انت، اديني يوم مش شباب واديك بقيت عمري. يا ليل يا ليل يا ليل يا عيني يا عيني. أنا شربت كتير، أنا مش متعودة على الشرب. اشربي اشربي. ياه، دي الساعة 11، هروح ازاي؟ أنا هروحك. وبابا ومرات بابا هيعملوا فيا ايه؟ ما تخافيش، خلي قلبك حديد. اشربي. الساعة 11:30 والله عاد دايرة على حل شعرها وحضرتك قاعد مبسوط 24 قران. انا بستغرب، دي عمرها ما عملتها. انا خايف لا يكون حصل لها حادثة ولا حاجة. لازم هي. اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامة يا ست هاني، ما كان بدري.
كنت فين لحد دلوقتي يا سميحه؟ ما تتكلمي، انطقي. وايه يا اختي اللي نافي شعرك كده؟ دي سكرانه يا سعاده البيت. سكرانه؟ مش معقول. سميحه مالك يا بنت؟ بنتك ده ايه؟ وبتدلعها كمان؟ بنت وسكرانه وجايه نص الليل وكمان بتدلعها؟ اسمع، البنت دي لازم تنطرد حرا من البيت. هي عاوزه تسوق سمعتنا على اخر الزمن ولا ايه؟ طولي بالك يا حبيبتي بس لما نشوف المساله ايه. فين؟ سعادة البيت سميحة هذا سعادتك. يوه لا مش هنا. أنا قلت لها إن سعادتك موجود. الله يعكنن عليك. هات. الو سموحتي؟ اهلا اهلا اهلا. انت فين يا روحي؟ مش قادرة اخرج يا عباس، منعني من الخروج. ده انت وحشاني موت. الشهر ده فات عليا زي سنة. كل ما الاقي طنط بعيدة عن التليفون اكتر 10 مرات. هما ما قالولكش؟ انت مش هتخلصني من الجحيم اللي انا عايشة فيه ده بقى. امال يا حياتي النهاردة؟ لا النهاردة مش ممكن. انا هعمل كل اللي يرضيكي، بس استني عليا كم يوم لحد ما اوضب اموري. عن اذنك يا عباس، طنط جاية. بركة يا جامع. اسمع، اذا الست سميحة ضربت التليفون انا مش موجود. قول لها سافر، قول لها مات، قول لها اي حاجة، انما انا مش هنا. حاضر. لازم خدت برد شديد يا دكتور. لا يا بيه، ده حادث سعيد إن شاء الله. حادث ايه؟ في شهرين. ألف مبروك يا سعادة البيت. اتفضل يا دكتور. انا مش عارف مين اللي مسؤول عن المأساة دي. انا اللي كنت من كتر حبي ليكي بسمح لك انك تخرجي في اي وقت وانا واثق فيكي ثقة عامية، ولا انت اللي اثبتي انك ما انتش اهل للثقة وانك بنت فاسدة طيشة معدومة الضمير؟ المسؤول مش انت ولا انا يا بابا. المسؤول الوحيد هو مراتك اللي خلت حياتي جحيم. ده انا المسؤولة، ها؟ مش انا اللي كنت بمنعك من الخروج ومن التليفونات ومن الدوار على حل شعرك؟ ايوه انت اللي كرهتيني في البيت وفي العيشه الذليله اللي انا عايشاها هنا، وخليتيني اتعلق باي خيط من الامل يريحني منك ومن وشك. عاجبك كده يا سعاده البيت؟ لك عين تتكلمي يا قليل. انا ما اقدرش احتمل الاهانه من بنت مستهتره زي دي. يعني هي في البيت تفتكر ان انا هنتصر لما تطرديك؟ انا طول عمري كنت عايشه بالامل، واقول الحمد لله ربنا حقق املي ولقيت الراجل اللي يسعدني. اظن بعد اللي حصل ده كله ما يصحش تقعدي في البيت ده. اتفضلي دوري على خيط الامل اللي بتقولي عليه. صباح الخير يا عم جابر. صباح القشطة. البيت جوه؟ لا ما جواش. الله، لكن العربيه على الباب. اصل ما شفتوش واصل. ان قلت لك جوه ابقى كذاب، وان قلت لك ما جواش ابقى كذاب برضه. اما اطلع شوفوني. كتر خيرك يا عم جابر. عن اذنك. اتفضل. الست سميحة عايزة تقابل سعادتك. انا مش قلت لك تقول لها ان انا مش هنا؟ لكن العربية قالت لها ان سعادتك هنا. اعمل فيك ايه؟ غور. عن اذنك 5 دقايق بس، احسن واحد قريبي جه تحت. استخبى جوه؟ لا استني هنا. طيب. اهلا سموحتي. تعرفي انا كنت خارج دلوقتي حالا. رايح فين؟ فوق. لا قصدي المحكمة عشان عندي قضية مهمة. لكن ده انا كنت عايزاك في مسألة خطيرة جدا. خليها بعد الظهر احسن. مش ممكن يا عباس. اتفضلي. مش نقعد فوق احسن؟ لا فوق بيمسحوا. اتفضلي هنا. ايوه يا ست اتفضلي. عندي خبر كويس قوي. ايه بقى الخبر الكويس ده؟ حظ. قولي عليه انت. هتجوز النهارده. كده؟ الف مبروك. وفي خبر تاني احسن من الاولاني. ايه بقى الخبر الثاني ده؟ بعد 7 اشهر هتكون اب. اب؟ انا ولا جوزي؟ اسمع يا عباس،
خلينا نتكلم جد. بابا ومرات بابا عرفوا كل حاجة وطردوني من البيت. طردوكي؟ أيوة، بقيت وحيدة في الدنيا، ماليش حد غيرك، جيت لك على طول. بس انت جيتي في وقت مش مناسب. ازاي؟ قصدك ايه؟ بقى يعني بصراحة أنا أحوالي اليومين دول مضطربة جدا. أنا مش هكلفك حاجة، آكل عيش وملح، لقمة حال، بس أعيش معاك. لا، المسألة مش مسألة مادية. قصدك ايه؟ قصدي يعني هو في الواقع أنا كنت مخبي عليكي. قبل ما أعرفك أنا كنت خاطب بنت عمي. احنا نحن هنا. أنا نسيت أعرفكم ببعض. المدموزيل فيفي. هي دي بنت عمك؟ لا، دي الممثلة المشهورة. أصلا أنا ناوي أعمل فيلم. بس لو كان الفيلم درام انا ما انفعش فيه. خد الهاني، اصل منظرها مؤثر شويه. يظهر أنا كنت فاهماك غلط يا عباس. أنا كنت فاكراك راجل، لكن للأسف لقيتك مجرد من الرجولة. فين الوعود الطويلة؟ فين الكلام المعسول؟ أنت فاهم يعني إن أنا هسمع المحاضرات بتاعتك دي؟ أنا عندي قضايا مهمة. دلوقتي ما بقتش فاضية. طيب يا عباس بيه، أنا ماشية، مش هكبر عليك صفو حياتك أبدا. هدفع الثمن لوحدي، لكن ربنا مش هيسامحك، هيعذبك للأبد. النهارده جمعة فيها ساعة نحس. فتحنا الراديو، خلينا نروح. بصحتك. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. مبروك يا روحي، ولد يتربى في عزك. الحمد لله اللي ربنا نتعك بالسلامة يا أخي. بروا فرقاش. حظك كده. فرقولي. مدام كاترين، أبدا أنا عايز 100 جنيه لحد بكرة. أنا متأسفة ما عنديش فلوس يا عباس بيه. اعملي معروف، ممكن أعوض. أنت بقالك شهرين ما بتدفعش حاجة يا عباس بيه، والحساب تقل قوي يا إكسلون. أكتب لك شيك. شيك؟ شيكاتك ما بتنصرفش اليومين دول يا إكسلون. احنا هنفضل قاعدين كده؟ أنت مش هتكمل يا عباس بيه؟ لحظة من فضلكم. إيه رأيك؟ آسفة يا عباس بيه، ما أقدرش. طيب. ده باين عليه مش راجع. فرق. عباس بيه بقت سمعته المالية زي الزفت، لا بيبطل سلف ولا بيسدد اللي عليه. أنا بلغني إنه باع عربيته. انتوا ما قدرتوش يا جماعه، مش عزبة عباس بيه نزعوا ملكيتها امبارح. ولا سددش نص ديونه، إن أصله ما كانش عايش على قد. اعتبروه خرج من المجتمع وذهب مع الريح. أنا ماشية يا عباس، مانيش هكتر عليك صفو حياتك أبدا. هدفع الثمن لوحدي، لكن ربنا مش راح يسامحك، راح يعذبك إلى الأبد، إلى الأبد، إلى الأبد.
اهلا حبيبي وابن حبيبي، الله يرحم والدك. ازيك يا عباس؟ الحمد لله. 5 سنين دلوقتي ما اشوفكش، اخص عليك. والله في الواقع انا مقصر جدا يا سعاده الباشا. ما تقولش يا سعاده الباشا، قول يا عمي. اهلا اهلا، اتفضل يا ابني، اتفضل اتفضل اقعد، اتفضل. اهلا اهلا اهلا. ازيك يا عباس؟ الحمد لله. ازاي الاحوال؟ احوالي بكل اسف ما تسرش يا عمي. ازاي؟ انا جاي علشان تشوف لي وظيفه باي مرتب. وظيفه؟ تعمل بيها ايه الوظيفه؟ علشان اعيش. تعيش؟ وال300 فدان اللي سابهم لك المرحوم والدك راح. كل شيء راح. راح ازاي؟ زي ما بتروح ثروات كل الشبان الطايشين اللي ما تعبوش في جمع المال. لكن ارجوك يا عمي خلينا ننسى الماضي. عايزك تعتقد انك امام انسان جديد لاول مره عايز يكسب عيشه بعرق جبينه ويعتمد على رجولته وعلى شرفه. انا حاسس في كلامك حرارة الصدق، واذا كنت تعاهدني على تمسكك بالروح دي فانا مستعد اشغلك عندي من النهارده، وتاكد انك بشبابك واجتهادك تستطيع انك تكون اغنى واسعد من الاول. عهدك يا عمي. مفيش يا ابني احسن من القرش اللي تكسبه بعرق جبينك. انا عاجز عن الشكر يا عمي. لا شكر على واجب يا ابني، انا برد الدين اللي عليا للمرحوم والدك. انا بدأت حياتي عامل بسيط، ووالدك اتاح لي الفرصة وساعدني وخلاني نجحت، وان شاء الله انت بكرة هتنجح وتكون احسن مني يا عباس. كويس كده؟ ايوه، بس عايز ابدأ من الجناب شويه. دي حاجه بسيطه، مفيش حاجه تانية. لا كتر خير، ابعتيهولي بكره وانا اصلحهولك. طيب. ميرسي يا فندم. مع السلامه. اهلا وسهلا سعاده الباشا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. النجار ابتدى يركب الارضيات؟ ايوه يا فندم، بس نزل البلد عشان يشتري شويه مواد. عال. والسباك عمل ايه؟ بيشتغلوا في الادوات الصحيه، كل شيء ماشي عادي. عال عال عال. اتفضل. البيت ده عاوز يقابل حضرتك يا فندم. ما قالكيش عايز ايه؟ هو سأل على ساعات في البيت، ولما قلت له انه توفى طلب يقابل حضرتك. قولي له اتفضل. حاضر. اتفضل. صباح الخير يا هانم. صباح الخير يا بيه، اتفضل. شكرا. انا جاي لحضرتك في مساله دقيقه شويه. خير ان شاء الله. عايز كل الشرف اني اطلب ايد بنتكم سميحه هانم. احنا ملناش بنت اسمها سميحه. انا عارف يا هانم كل ظروف المساله، ويوسفني اقول لك اني انا كنت السبب المباشر في كل اللي حصل، انما ظروفي كانت مضطربه. دلوقتي جه الظرف المناسب علشان اصلح غلطتي. اتاخرت قوي، احنا قطعنا كل علاقه بسميحه من السنه اللي فاتت. انا متاسف يا استاذ هانم، انا ما كنتش عايز ازعجكم. انا بقالي شهور طويله دورت عليها في كل حته، ما خليتش حته ما سالتش عنها فيها، لكن بكل اسف ما وجدتهاش. في النهايه قلت اجي اسالكم يمكن تعرفوا حاجه عنها. احنا لا نعرف حاجه عنها ولا احنا عايزين نعرف حاجه عنها. احنا اعتبرناها ماتت، وكفايه لان ابوها مات بسببها. انا متشكر قوي يا استاذ هانم. عن اذنك. على السلامه. الله يسلمك.
ايه يا دكتور؟ احنا عملنا كل اللي علينا. يعني مش تشوف ان احنا نعمل كونسلتور؟ لازم نكون عمليين يا عباس بيه. اذا انتهى الاجل مفيش مفر، ده حكم السن. عباس. ايوه يا عم. يا عباس انت بخير يا عمي؟ الدكتور طمني خالص. انا عشت كفايه يا عباس، وكل واحد في الدنيا بياخد دوره، وانا دوري انتهى يا عباس. لا بعد الشر عليك يا عمي. ده يا ابني مصير كل حي، وانا عايز اقول لك كلمتين قبل ما اموت يا عباس. انا يا ابني شايف ان الثروة بتاعتي تضاعفت في مدة ال6 سنين اللي انا راقدهم عيان، وده كله بمجهودك وامانتك يا عباس. انت كمان صاحب الفضل يا عمي. العفو يا ابني. انا لو كان ليا ابن ما كانش يكون احن عليا منك، وعشان كده انا كتبت كل شيء امتلكه باسمك وسجلته في المحكمة. عمي يا ابني ما جزاء الإحسان إلا الإحسان. ربنا يا ابني يمتعك بالصحة والسعادة سلامتك يا ابني. ألف بعد الشر عليك. رايحة فين يا سميحة؟ رايحة لعباس. عباس؟ تعملي ايه؟ اطلب منه مساعدة. احمد عيان ومش لاقية حق الحكيم ولا الدواء. 20 سنة وانت محافظة على كرامتك وبتشقي ليل ونهار عشان تعيشي عزيزة النفس. عاوزة النهاردة تهيني نفسك مع عباس وتطلبي منه مساعدة؟ لا يا سميحة، انسيه زي ما كنت نسياه ال20 سنة اللي فاتوا. ابني العيان ربنا ما ينساش حد. سعيدة يا تيتا. سعيدة يا بنتي. ازاي يا احمد دلوقتي؟ الحمد لله يا بنتي زي ما هم. اتفضلي يا تيتا، انزلي بقى هاتي الدكتور لاحمد وانا هاخد بالي منه. جبتيهم منين؟ ربنا ما بينساش حد يا تيتا. الله، انت بس الاسودة يا ابتسام. انا هو في تكليف يا تيتا. اتفضلي بقى هاتي الدكتور. ربنا يخليكي ليا يا بنتي. ابتسام. ايوه يا حبيبي. انت بخير والدكتور جاي حالا. السلام عليكم ورحمة الله. اعملي معروف، ده محل عمل، ما يصحش تعملي الحاجات دي هنا. انا مش هتنقل من هنا النهارده قبل ما اعرف اخرتها معاك. معلش بس. يا فندم، ايه الدوشة اللي بره دي يا امين؟ لا مفيش حاجة سعادة البيه. يا سعادة البيه انقذ نعمل معروف. في ايه يا بنتي؟ امين كان معشمني بالجواز
ودلوقتي عاوز يتخلى عني، وانا بنت يتيمه ومسكينه، اعمل ايه؟ هدي اعصابك يا بنتي، ما تعيطيش. اتفضلي استريحي في الاوضه الثانيه، انا هساوي المساله بنفسي. اقعد يا امين، بقول لك اقعد. انا مش هكلمك كرئيس بيكلم مرؤوسه، انما كأب بينصح ابنه. بس عايزك تكون صريح معايا. انت صحيح غررت بالبنت دي؟ ايوه. وعايز تتخلى عنها ليه؟ انا ما كانش قصدي الجواز. امال كان قصدك ايه؟ اسمع يا امين يا ابني، انا اعرف صديق ارتكب في شبابه غلطه ذهني، لكن ربنا انتقم منه شر انتقام. حاول انه يكفر عن الغلطه بكل قوته، انما بكل اسف كان متاخر جدا. ضميره فضل يعذبه لحد دلوقتي. انا مش عايزك يا امين يا ابني ترتكب الغلطه دي ابدا، عيب. اسمع نصيحتي، نصيحه اب. اتجوز البنت، اتجوزها من غير ما تتردد. انت تسعدها وهي كمان تسعدك. امر كبير. لا يا ابني لا، ده مش امر. انا عايزك تقتنع باللي بقوله. اذا ما كنتش مقتنع ما تقبلش. اذا كنت مقتنع ومن دهلها وراضيها قدامي. مبسوطة؟ ربنا يطول عمرك. وادي هدية الجواز. كتر خيرك. ربنا ما يحرمناش من عطفك يا بيه. بس ما تنسوش بقى تعزمونا على الفرح، ها؟ مبروك ومع السلامة. الله يبارك فيك يا سعد. بالشفا ان شاء الله يا تيتا. كتر خيرك يا بنتي، تسلم ايديك. هو احمد ما جاش؟ لا يا تيتا. اخصى عليه بقى ما يجيش يشوفني. ربنا يهديه. واخرة بياته برا دي يا ابتسام. والله يا تيتا انا غلبت انصحه، لكن لولا مأثرة عليه قوي ومخسرة حياته. بقى مش عارفة تبعديها عني. مفيش فايدة. وهي عايزة منه ايه؟ بتحبه. وهي دي تعرف الحب. الفلوس عندها هي كل شيء. واحمد بيجيب لها منين؟ معرفش يا تيتا، لكن بيصرف عليها كتير قوي. ربنا يتوب عليا من الوسط ده. ان شاء الله يا بنتي، ويرزقك بابن الحلال اللي يريح قلبك. احمد ابني ما بقاش ينفعك خلاص. عن اذنك بقى يا تيتا، لحسن ميعاد البروفة قرب. مع السلامة يا ابتسام. الله يسلمك يا تيتا. الو. ايوه يا فندم. هنا مستشفى الهلال الاحمر يا فندم. مستشفى الهلال الاحمر؟ ايوه يا بيه، عندنا واحده ست في النزعه الاخيره عايزه تشوف سعادتك. واحدة ست عايزة تشوفني انا؟ ايوه يا فندم. ايوه بس انا ماليش اي صلة باي ست. سعادتك عباس بيه محمود. ايوه يا فندم انا. ارجوك يا بيه احترم رغبه واحده ست بتموت. طيب انا جاي حالا. مش عارفني يا عباس. سميحة، انت كنت فين العمر ده كله؟ ما تكلمنيش عن الماضي، انساه. انا نسيته. عاوزة اقول لك كلمة واحدة قبل ما اموت. ألف بعد الشر عليك. انا مش بطلب منك حاجة لنفسي، لكن اوصيك على ابننا. ابننا؟ هو فيه؟ أنا ضحيت شبابي كله عشان أعلم وأربيه ويطلع راجل ينفع نفسه، لكن ملقاش أب يرعاه. سميحة، أنا دورت عليكي في كل مكان
سألت عنك كل إنسان. عشت معذب، هعاني واخد الضمير. ما رضيتش اتجوز لحد دلوقتي علشان اعذب روحي بالحرمان، اكفر عن الجريمه اللي ارتكبتها. أنا فضلت إن أسيبك تتمتع بحياتك ووهبت حياتي لابننا أحمد، لكن مع الأسف دخلت في حياته بنت أرتيست بتشتغل في كازينو الليل. ضيعت كل جهادي في تربيته وعرضته للإجرام ويمكن للسجن. سجن؟ مين دي؟ اسمها ايه؟ اسمها لولا. توعدني يا عباس، توعدني انك تنقذه منها عشان اموت مرتاحة. اطمني، انا هعمل المستحيل علشان انقذ احمد. احمد ابني وابني، وان شاء الله ربنا هياخد بيدي ويجمع شملنا تاني. ما اعرفش بحبك ليه وارضى بهجرك على ايه. ما اعرف. الله، مالك يا احمد؟ ماما ماتت. ماما ماتت؟ ده انا سايباها كويسه الصبح. قلت عليها الظهر لقيتها ماتت. البقيه في حياتك يا احمد. قول لي من فضلك. نعم. هنا شقة الست سميحة؟ ايوه، الله يرحمها. وابنها احمد موجود؟ والله ما شفتوش. هي ساكنة فاني شقة؟ تاني دور، شقة نمرة 3 قدام شقة الست الارتست. ممكن حضرتك تقابلها وتسألها، هي اللي تعرف كل اخباره. متشكر. انا عارف علاقتك بيه كويس، مفيش لزوم لللف والدوران. لف ودوران ايه يا بيه؟ ايه المناسبة؟ اسمع ما اقول لك، انت صديقته بتستفيدي منه طبعا. انا مستعد اديلك اكتر من اللي بيديهولك هو. حضرتك جاي هنا في بيتي علشان تهني؟ انا فاهمة، انت لازم بوليس جاي تساومني علشان تقبض عليه، لكن تبقى غلطان لو اعتقدت ان في بيني وبينه الصلة اللي انت بتعتقدها. لا انا مش قصدي. هو ده قصدك. صحيح انا ارتست، لكن عايشة بشرفي. اضطريت اشتغل علشان اربي اخواتي اليتامى اللي مالهمش حد الا ربنا وانا. انت عصبية قوي يا ست لولا. بقى حضرتك فاكرني لولا؟ لا يا فندم، انت غلطان، انا ابتسام مش لولا. غريبة، انت مش بتشتغلي في كازينو الليل؟ ايوه، لكن مانيش لولا، انا حاجة وهي حاجة تانية. انا متأسف قوي. واحمد له علاقة بلولا؟ يجوز، تقدر تسألها هي. انت مش واثقة مني ليه؟ قلتلك انا مش من رجال البوليس. ما يهمنيش اذا كنت او ما كنتش. حضرتك عندك اسئلة تانية؟ لا متشكر. فاكرين بعتلك دول عشان توزعهم الليله. هما كام؟ 10 ورقات. يعني 100 جنيه؟ لا ده كتير، ما اقدرش. كتير؟ ده فريد امبارح موزع 20 وانت بتستكتر 10. قول لأهل الهواء الزهور فتحت للنسيم العليل واجتمعنا سوا والطيور سبحت للربيع الجميل. تخرج من هنا. الجرايد النهارده كتبت خبر عن ظهور ورقه مزيفه ب10 جنيه. ده معناه ان مدام كاترين هتكرهك. هتعيش ازاي؟ دور لك بقى على واحده على قدك.
أمرك يا ستي. والشباب والغزل فاستحيل يا ظهور للحياة والأمل والرحيل يا ظهور ربيع الأمل. نونا انقذيني يا خالد. انقذك؟ انت عايزني اودي نفسي في داهيه عشان خاطرك؟ نونا نونا نونا. اللي بتهاديك بظهرها يعني بتقول لك احبك، وان لقيت الزهره صفرا يعني من غير تبعاتك، واللي تديك زهره حمرا واللي تديك زهره حمرا يعني بتقول لك يا قلبك قلبي يتلوع بنظرة امتى يتمتع بقربك. الصبا والجمال والهوى والخيال، الصبا والجمال والهوى والخيال والشباب والغزل فاستحيل يا ظهور الحياة والأمل وافرحي يا ظهور الربيع الأمل. أنا أخطأت في حقك يا بنتي. كنت فاكرني لولا مش كده؟ في الواقع أنت اللي أنقذت أحمد امبارح من يدين البوليس. أشكرك. لو كنت أخته شقيته ما كنتيش خاطرت بنفسك المخاطرة دي. انا اكتر من اخته كمان. والدته سميحه هانم الله يرحمها ويحسن إليها. كانت زي امي تمام، وعمري ما انسى جمايلها. دلوقتي أحب أوضح لك موقفي من أحمد. أنا كنت صديق والده. سميحة هانم قبل ما تموت وصتني عليه. أحمد ما يعرفنيش، وأحسن إنه ما يعرفنيش. عاونيني، عايزين نتعاون من وراء الستار علشان ننقذ أحمد من الأفعى الخطرة اللي اسمها لولا. انا مستعده اساعدك من كل قلبي، لاني بعتبر نفسي مسؤوله عن الحاله اللي وصل لها احمد. أنت مسؤولة؟ إزاي؟ بابا كان موظف، ما كانش عنده غير ماهيته، ولما مات أصبحت مسؤولة عن نفسي وعن أخواتي الصغيرين. دورت على عمل ما لقيتش غير ذئاب. ما طولش عليك، ساكن معانا فوق السطوح راجل طيب اسمه الأستاذ سيكا، بيشتغل ملحن في كازينو الليل. سمعني مرة وأنا بغني لنفسي غنوة حزينة. أنا اللي قضيت زماني أستنى حلمي الجميل، وأوهب له حبي وحناني وأنعم بصبري الطويل، وأعيش في وهم الأماني وأتهنى بالمستحيل، وفضلت عايشة بأمالك وراضية باللي يكون. يا سلام، بقى يبقى عندك الحنجرة الذهبية دي وأنا ما عنديش خبر. العفو يا أستاذ سيكا. عف ايه الصوت الملايكي ده ودايره تدوري لي على شغله؟ انت وقعت من السماء وانا استلقيتك، ربنا بعتك ليا الانقاذ الفني. انت جوهره، تحبي تاخدي كام في الشهر؟ 50 جنيه، 100 جنيه، 1000 جنيه؟ 1000 جنيه؟ انت بتتكلم جد يا أستاذ سيكا؟ طبعا طبعا، المستقبل في انتظارك. انت النهارده بتغني بلاش ولا حدش بيسمعك، بكره تغني في الاذاعه والسينما والمسرح وتنزل عليك الفلوس زي المطر. ودلوقتي يا ستي راح اسمعك دويت الحب. الحب
الحب يا ناس بالحب. الحب الحب كان مالنا ومال الحب. الحب ده خيبة تقيلة وحنانه أونطة ونيلة. الحب ده خيبة تقيلة وحنانه أونطة ونيلة. عفريت يلبسنا بحيلة ويولع قلبي بتيلة ونطب في الحب. الحب 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 يا ناس بالحب. الحب الحب كان مالنا ومال الحب. الحب يا حسرة عديك ومع غفلة عمري جيك. الحب يا حسرة عديك وعلى غفلة عمري جيك. مزازيكم ونار تكاتيكم بتخليكم في رجيكم الحب من الحب. الحب 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 يا ناس من الحب. الحب الحب كملنا ومال الحب. ايه رأيك بقى؟ مش زي ما قلت لك تمام؟ الكلام ده تأليف مين؟ طبعا تأليفي انا وتلحيني انا. الكلام زفت والتلحين قطران. ميرسي يا مدام. بتقولي ايه؟ انت تسكت. حاضر. معدن صوتك كويس جدا. انا هديكي في الشهر 30 جنيه. ايوه صحيح والنبي أنا متشكرة جدا يا مدام. وانا متشكر جدا، متشكر خالص، متشكر قوي. ومن يومها وأنا بشتغل في الكازينو ده. وما لقيتيش شغلة تانية غير دي؟ كان ورايا مصاريف كتير، إخواتي وأحمد. أحمد؟ أيوة أحمد. كانوا هيرفضوا من الحقوق عشان المصاريف، وكانت تيزة سميحة بتشتغل ليل ونهار. بتشتغل إيه؟ خياطة، لكن ما قدرتش على مصاريف الجامعة. كنت بتحبيه؟ كان هو كل شيء في حياتي. كنا دايما نتكلم عن أحلامنا وأملنا ومستقبلنا. وبعدين؟ لما اشتغلت في كازينو الليل عرض عليا انه يوصلني كل يوم، ولما خلص نمرتي يرجع معايا علشان يحافظ عليا. رحنا الكازينو في أول يوم. انت بتكلميني؟ يا سلام، ده انت مشغول بيها قوي. قوي قوي. في الحقيقة هي رقاصة هايلة. استمر إعجابه بلولة وزاد يوم عن يوم. ما خبيش عليك، اتضايقت. نبهته بطريقة لطيفة لكن ما فيش فايدة. بونسوار يا أحمد. بونسوار مدام. بتسلم عليها ليه يا أحمد؟ واحدة بتسلم عليا ما ردش عليها. طب وهي تعرفك منين علشان تسلم عليها؟ بتشوفني كل يوم معاكي هنا في الكذا. باين عليها بتغير مني، كل ما اشوفها معاه اسلم عليه. لما هتتفري. ده باين عليه واد كحيان. ما هو لسه تلميذ. ونزل لها ليل ونهار كده ليه؟ مش يسيبها تاكل عيش؟ هتاكل عيش بايه يا حسن؟
يعني عاجبك قوي يا سي فريد؟ ان جيتي للحق الواد هو اللي عاجبني. عاجبك في ايه؟ عاجبني عبط. تعرفي انه ينفعنا يا لولا؟ هينفعنا في ايه؟ اشتغل معايا، اللي زي ده يوزع كويس من غير ما حد يشك فيه. كده؟ طب ما تيجي نوقعه. انا مش عايزاك توصلني بعد النهارده، انا مش صغيره، انا اعرف احافظ على نفسي. انت تطرديني من الكازينو عشان مصلحتك يا حبيبي، مش عايزاك تنشغل باي حاجه في الدنيا غير دروسك والجامعه. لكن انا ما اقدرش اسيبك في الوسط ده لوحدك. ما عندكش ثقه فيا؟ المسألة مش مسألة ثقة. امال ايه؟ ما تتكلم بصراحه. انا فاهم انت مش عايز تسيب الكذب والود ودك تبات هنا ليل ونهار. ليه يعني؟ عشان لولا. ابتسام، سامحني يا حبيبي، انا خايفه عليه. انت مش خايفة، انت غيرة. ايوه غير. انا مش بنكر اني بحبك، لكن انت ما بتحبنيش دلوقتي، بتحب لولا. ما خبيش عليكي، بحبك وبحب لولا، لكن حبي ليكي جنة، حبي لها جحيم، والإنسان يحب الجحيم أكتر من الجنة. بس كفاية، أنا ما كنتش أعرف إنك كده، أنا مش عايزة أشوف وشك بعد النهاردة. باين عليهم اتخانقوا سوا. دي أحسن فرصة، يلا اشتغلي. نصبت شبكها حواليه، وقع زي العصفور البريء وما قدرتش أخلصه. كانت محاولاتهم أقوى من محاولاتي. ساب الجامعة وأهمل دروسه، وأصبحت لولا كل شيء في حياته. وما قلتيش لسميحة يعني؟ قلت لها، صار عليا وعليها وساب البيت وراح سكن مع لولا. كان بيصرف عليها ازاي؟ اخفى عليك يا عم، انت بتشك في شرفي. أنا من يوم ما دخلت الكازينو وبشوفك بتقضي معظم أوقاتك مع فريد. فريد ده محسود، ده ولد بيخدمني وياخد أجرته. ده لطيف قوي كده. دلوقتي هعرفك وهتشوف أي خدمة تطلبها منه ده ظريف قوي، ما يتأخرش أبدا. يا ستي لولا، عادل بيه، لا مؤاخذة يا أحمد، عادل بيه عاوز يقابل حضرتك علشان القضية. عادل خليه يتفضل. والله فيك الخير يا أستاذ سيكا. العفو، احنا دايما في الخدمة استهاني، لا مؤاخذة في البيت. وعادل ده يبقى مين؟ ده جانتي قوي، دلوقتي تشوف. بونسوار لولو. بونسوار عدولة. كل سنة وانت طيبة. الله، أما ذوقك يجنن يا عادل، ميرسي. أستاهل بوسة بقى؟ لا مؤاخذة، نسيت أعرفك، الأستاذ أحمد عبد الله. أنا أحمد ده قليل الأدب قوي، ده ما يصحش يتوجد في مجتمعات راقية أبدا. تعرفيه منين ده؟ راجل غلبان بعطف عليه. بتحبيه؟ بحبه، راجل خدوم بيخدمني وياخد أجرته. مساء الخير. أهلا، اتفضل. متشكر. أنا حاسس إنك بتكرهني. ما تأخذنيش، كان في سوء تفاهم. وزال؟ أيوه، وعرفت الحقيقة. الحمد لله. تشرب كاس ويسكي؟ ما عنديش مانع. واحد ويسكي. باين عليك متضايق. في حاجة؟ فريد، أنا بحب لولا. ما أنا عارف، ولولا تتحب، لكن المعجبين بيها كتير. مش عارف أعمل إيه. لازم تعرف إن بنت زي لولا عاوزة مصاريف كتير، وحاجة من الاتنين، يا تصرف عليها يا تسيبها. وأجيب منين بس؟ اشتغل. يعني اشتغل ب7 8 جنيه، ما يجوش تمن جزمة لولا. وإن جبت لك شغلة تكسب منها 200 300 جنيه في الشهر. أنت بتقول إيه؟ بتكلم جد. تقبلها؟ أقبلها؟ أنا قابل، حتى لو تكون آخرتها السجن. حلو. فريد عرفه بواحدة اسمها مدام كاترين، بتدعي إنها خياطة، لكن هي في الحقيقة زعيمة عصابة لتزييف الورق أم 10 جنيه اللي شفتها امبارح. بتقول اسمها مدام كاترين؟ أيوه. ساكنة فين دي؟ في المعادي. المعادي؟ تكة كانت في الزمالك، لكن مش بعيدة. أنت تعرفها؟ لا، كملي وبعدين. اشترك في توزيع الورق المزيف، وكان كل ما يوزع مبلغ ياخد نصيبه النص بالنص ويديه للولا. حماد، انت لسه زعلان مني؟ ده انت قلبك قاسي قوي. أنا إيه قاسي؟ لكن أنت ما عندكيش قلب بالمرة. أنا ضحيت بكل شيء عشان خاطرك. سبت الجامعة وسبت أمي وكل فلوسي بديها لك، وبرضه أنت زي ما أنت. خليك عاقل يا احمد، انت اديتني كام الشهر ده؟ 250 جنيه. وتفتكر دول يكفوا مصاريفي؟
طب ده الفورير اللي اداهولي الدكتور شاكر امبارح ب 350 جنيه. مش ضروري تلبسي فرير. يعني امشي عريانه في البرد ده؟ اهون عليك يا احمد. بونسوار. بونسوار. انا عايزاك في كلمه يا احمد، عن اذنك. انا ما اسمحش. ما تسمحيش يعني ايه؟ ايوه ما اسمحلكيش تخشي واحنا بنتكلم. افرض اننا بنتكلم كلام سر وانت حواليكي سر غير الخراب والعار وضياع المستقبل. اخرسي يا قليلة الادب، اخرس. سامع يا احمد؟ احمد مالوش دعوه. امشي اخرجي بره قبل ما اقوم اوريكي شغل. يعني هتعملي لي ايه؟ طب تعالي. اوعي كده. بغير عليك من خيالك ومن سهام العيون. بغير عليك من خيالك ومن سهام العيون. واخاف لزهرة جمالك تدبل في ايد الظنون. انا اللي قضيت زماني استنى حلمي الجميل واوهب له حبي وحناني وانعم بالصبر الطويل واعيش في وهم الاماني واتهنى بالمستحيل. وفضلت عايشه بامالك وراضيه باللي يكون. يا ما خدعني خيالي ويا ما حلمي في عينيا. يا ما قضيت الليالي احلم بليله هنيه. وبعد طول امتثالي ضاع الامل من ايديا. اللي نسيتني في امالك برضو انت نور العيون. وادي قصة حياتي. وراضية عن حياتك دي؟ مضطرة ارضى علشان اربي اخواتي. طيب لو لقيتي عمل شريف في جو غير الجو ده تقبليه؟ يا ريت. تشتغلي عندي في الشركة؟ انا بس انا تعليمي بسيط. يمكن حضرتك ما ترضاش عنه. لا أنا هرضى عنه جدا وهعلمك، مالكيش دعوة دي. أنا مضطر أسيبك دلوقتي، إنما بقى يكون في علمك أنت موظفة في الشركة. انا متشكرة قوي. المواعيد لازم تكون مظبوطة ها؟ حاضر. وعلشان ما تتوهيش ادي العنوان. انا متشكرة قوي قوي. مع السلامة يا سعادة البيه. الله يسلمك. اهلا وسهلا سيدي البيت، نورت العماره. شكر قوي قوي. انا شفت سعادتك عندنا امبارح في الكازينو، ان شاء الله تكون الالحان عجبت سعادتك. حضرتك الاستاذ سيكا. لا ده انت راجل عبقري. العب سيدي البيه يسمح ويشرب فنجان قهوه عندي. والله كان بكل سرور، انما انا مشغول شويه. اذا يكون في معلوم سيدي البيه، انا عندي تواشيح وتقاسيم ومواوير وطقاطيق سيكا وحجاسكار ونهوان وجميع ما يلزم للافراح والليالي الملاح. والاستاذ سيكا عنده حاجات كتير. طيب في فرصه تانية ان شاء الله. مستعجل ليه؟ على كل حال احنا خدامين ومستعدين وحافظين. متشكر قوي قوي. ما تنسيش ها؟ حاضر. السلام عليكم. عليكم السلام سيدي البيه. عليكم السلام. يلا يا روحي. خشي يا بنتي خشي. تعرفي انا امبارح طول الليل ما نمتش. ليه سلامتك يا استاذ سيكا؟ كنت عيان. الفن لا يعرف. كنت بلحن لك اعظم الحان حياتي. تعال ما اسمعها لك. تعالي
اللي على فكره انت عرفت البيه بشخصيتي، لكن انا ما عرفتش مين هو. ده عباس بيه محمود المقاول. وريني. يا سلام، يا ما هو راجل عظيم. الغبي من ساعه ما شفته عندنا في التياترو امبارح انا حسيت انه سميع كويس قوي. لازم جاي يقاولك على حفله، مش كده؟ لا مش حفلة، دي مسألة أهم من كده، وأنا محتاجة لمساعدتك يا أستاذ سيكا. عندك مانع؟ يا سلام، غالي وطلب رخيص. احنا بديك الساعه. المسألة خاصة بإنقاذ أحمد من لولا. ايوه، دي بنت بطاله قوي، واحمد ده ولد طيب خالص، والله احبه زي عباس بيه كان صديق والد أحمد، ويهمه قوي إن المسألة دي تخلص. يعني عايزاني اخلص لك عليها في قد ايه؟ جمعه، يوم، ساعه؟ يا ريت. يا ريت ازاي؟ دي مسألة في ايدنا، بس يمكن تحتاج كده ولا كده. هو عباس بيه ده مش مقاول كبير؟ طبعا. سيدي البيه انا مش بس فنان، ده انا اقول عباد. سيدي البيه يسمح يسيب لي الحكايه دي وانا اطفش لولا من البلد. انا ما يهمنيش ان لولا تطفش من البلد، انا يهمني ان احمد يسيب لولا. امر سيدي البيه، بلاش نطفشها، نفكر في خطه تانية. سيدي البيه عنده مانع يصرف قرشين عشان الحكايه دي؟ من جهه الفلوس ما يكونش عندك فكره ابدا، اصرف زي ما يعجبك. دول مش عشاني، دول عشان الشغل، وما دام سعادتك مستعد تصرف تبقى المساله انتهت. اتفقنا. اهلا اهلا يا شيرين، فين ايام زمان؟ انت بالك؟ والله كانت ايام حلوه، يا ريتها دامت يا مدام كاترين. ايوه كانت الدنيا دنيا. انما قول لي ايه اللي قالك على حكايه احمد يا عباس بيه؟ امبارح بالصدفه كنت سهران مع جماعه اصدقائي من البوليس والنيابه، وبعدين جت سيره الورقه المزيفه ام 10 جنيه. واحد ضابط قال انهم مشتبهين في واحد اسمه احمد عبد الله، بيسهر كتير في كازينو الليل، وشافوه بيجي هنا كتير كمان. يعني مشتبهين فيا؟ لا 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 سمح الله، الشبهه محصوره في الولد ده، وانا ما انساش العشره القديمه، علشان كده قلت افوت عليكي واحذرك. الولد ده ما تخلوش يخش هنا ابدا. وانت بتشك فيا يا عباس بيه؟ فيك انت؟ استغفر الله، لا. لما بس انا قلبي عليكي، الولد في 60 داهيه. فيك الخير يا شيرين. يعني باختصار ما وزعتش حاجه. اوزع ازاي بس يا مدام؟ انا مش قلت لك ان البوليس داخل الكازينو وفتشني وكنت هروح في داهيه؟ اسمع، انت مش بتاع شغل، اتفضل بره. انا مش عايز اشوف وشك تاني مره هنا في البيت. بس ارجوك يا مدام تقدر الظروف. من فضلك ما تضيعش وقتي، البيت ده ما احبش تحط رجلك فيه تاني مره، انت فاهم؟ فريد ما احطش رجلي فيه تاني مره بالدرجه دي. طلع على جدي ده بره. حاضر. يا سلام، ايه دي اخر خدمتي ليكي؟ انا اللي كنت كل يوم بوزع لك 100 و200 جنيه واعرض نفسي للسجن اضرب بالشكل ده. يلا يا اخي بلاش غلبه. الله، وانت كمان عليا يا فريد؟ طبعا عشان تاكلها لوحدك. لا بلاش طول لسان، انت لسه عظمك طري. يلا يلا يا اخويا، انا نشوف شغلنا. يلا يا حبيبي، يلا مع السلامه. بركة يا جامع اللي جت منها. أنا من زمان قلت لك يا أحمد سيب الشغلة دي ودور لك على عمل شريف أحسن. اعملي معروف، بلاش النصايح اللي زي نصايح امي دي. أنا مستعدة أشوف لك وظيفة ب20 جنيه في الشهر. يا سلام، 20 جنيه مرة واحدة؟ أيوه. ده أنا ما يكفينيش أقل من 200 جنيه في الشهر. ما تسيب لولا دي بقى اللي مبوظة عليك عيشتك. احنا مش عاوزين نفتح الموضوع ده تاني. أنا بكلمك علشان مصلحتك يا أحمد. مصلحتي أنا أعرف إزاي أحافظ عليها كويس. أنا عارف إن فريد هو اللي سلط مدام كاترين عشان يستفرد بالمكسب، لكن أنا هعرف إزاي أخليها ترجعني غصب عنها. ياه، الساعة بقت 8:30، أنا همشي بقى يا أحمد لحسن ميعاد الشغل جاي. طب روحي أنت وأنا هحصلك. ايه الحكايه؟ ما تضحكينا وياك. صاحبك عايز يموت. احمد جيت ليه؟ وده يقدر يموت فرخه؟ كاتب ايه يا ستي؟ خد اقرا يا سيدي. وريني. الله، ده بلا فرنجي. لا يا ستي ده ماليش فيه. بيقول ايه بقى بسلامته؟ بيشتم فيك شويه ده من حرقته. وبيقول عليك انك حرامي وبتستغفلني. اصله بيغير مني عشان انت بتفضليني عليه. وايه كمان؟ وبيقول لك كنتش هرجعه يقتلني. كلام عيال ولا يهمك.
لا لا لا، ده ينفعنا. ينفعنا؟ ينفعنا في ايه يا فريد؟ ينفعنا في ايه؟ ينفعنا في وقت زنة. ده لعب بديله كده ولا كده وبلغ البوليس، نلفق له حكايه ونوديه في داهيه على طول. يا ابن الايه؟ ده انت ما فيش منك. معرفش بحبك ليه وارضى بهجرك على ايه، معرفش بحبك ليه وارضى بهجرك على ايه، يمكن فيك سر يا ساهي، يمكن فيك سحر الهي، ريحني وقول لي عليه، معرفش بحبك ليه معرفش بحبك ليه وارضى بهجرك على ايه، يمكن فيك سر يا ساهي. صحتك يا بوس. صحتك يا روحي. لا جمالك بيلهلبني ولا سحرانك يكذبني، لا جمالك بيلهلبني ولا سحرانك يكذبني، ولا مال في ايديك يغلبني، امال فيك ايه يعجبني، ريحني وقول لي عليه، معرفش بحبك ليه معرفش بحبك ليه. اما شكلها جميل قوي، انا مش عارفه اشكرك ازاي على الهديه الجميله دي. انا اللي اشكرك انك جبتيها. معرفش بحبك ليه. لو كنت بحب محاسنك كنت اقدر ابعد عنك، لو كنت بحب محاسنك كنت اقدر ابعد عنك واروح للاجمل منك، لكن فيك شيء غير حضنك، ريحني وقول لي عليه، معرفش بحبك ليه معرفش بحبك ليه. تعرفي على ايه؟ الالماس غاير من جمال ايدك. ميرسي. عن اذنك يا بوس، هعمل نمرتي وارجع لك تاني. اتفضلي يا روحي. معرفش بحبك ليه. كمان واحد ويسكي. زلتني وراضية أبذل وكتير زلتهم قبلي، زلتني وراضية أبذل وكتير زلتهم قبلي، حبك على إيه ما تقولي، أهو ده اللي محير عقلي، ريحني وقول لي عليه، معرفش لولا بحبك عايز اكلمك. ليه. انا مش فاضيه. طبعا كفايه عليك اللي لازق كل ليله. لا، ده اللي ناقص كمان تتكلم على عباس وانت مش وصلت. معلوم، وانت يهمك ايه غير الفلوس؟ لا، قالوا لك عليها غاوي يا فخر. ما عطلكش يا حلو، هتلاقيها منين ولا منين؟ كده يا احمد، معلش، انت برضو زي اخويا الصغير، ومهما عملت انا ما ازعلش منك ابدا. هات لنا 2 ويسكي. لا مش عاوز. ورحمة والدتك لا انت قاعد وشارب. انا عارف ان اعصابك تعبانه الايام دي وليك حق تزعل مني، لكن سيبني اشرح لك الظروف علشان تعرف الحقيقه. انا اخوك يا احمد. اشرب اشرب. بالذي أسبغ من عرف الأمان كل كاس تحت زين وحمام والذي كحل جبنا. لا هي بتاعتي ولا بتاعتك، دول بتاعت فلوس. طب ومدام كاترين، مش انت اللي قلت لها تطردني؟ احلف لك بايه؟ بشرف يا احمد انا ما قلت لها حاجه ضدك، انما هي اختنت وبقى عندها فلوس وعاوزه تتخلص مننا. وعاوزه تخلص منك انت كمان؟ ده عاوزه تخلص مني النهارده قبل بكره، بس خايفه نبلغ عنها. طب ما تيجي نبلغ عنها. اذا بلغنا عنها هنروح رجلين وكلبشنا معاها. مدام كاترين جابت الثروه دي كلها منين؟ من شقاية وشقاك. طب احنا مش اولى بيها؟
عندك حق. انا هعرف ازاي اخلي لولا تترمي تحت رجليك. ازاي؟ فلوس مدام كاترين تستولى عليها والنص بالنص. ازاي نطولها؟ وفقا لخطة موضوعة انا ارسم لك وانت تنفذ. موافق؟ موافق. شيك هاند. ادي مفتاحك. طب خلي التاني معاك. اسمع بقى، مدام كاترين بتروح السينما سواريه يوم الاحد، يعني 9:30 تضمن تلاقي البيت فاضي. فاهم؟ مفهوم. تاخد معاك سكينة تكسر الدولاب، هتلاقي في الرف الفوقاني فلوس، واكد لك انهم مش اقل من 12,000 جنيه. 12,000 جنيه؟ ده غير المجوهرات. يعني حضرتك تصبح يوم الاثنين صاحب 10,000 جنيه على الاقل. طب وانت هتروح فين؟ زي ما اتفقنا، انا هسافر على الفيوم يوم الجمعة، يوم الثلاث هرجع، نتقابل هنا المغرب. استبينا؟ استبينا. بس اوعى تعملها فيا. عيب. ادخل. ابتسام، احمد ما اتصلش بيكي؟ لا، ده انا كنت جايه اسالك. ولا بتيكا؟ ولا فيك. عجيبة، يكون راح فين؟ اقدر الاقيه فين دلوقتي؟ يمكن عند لولا. هروح اشوفه هناك. يلا. صحتك. صح. الله، ما بتشربش ليه؟ تعبان شوية. مفيش اخبار عن احمد بعد الحادث؟ ابدا، بس الخدامه قالت لي انه في واحد اتكلم مرتين ثلاثه وما قالش اسمه. لازم يكون هو. وعملت ايه مع البوليس؟ اهم دوخوني، الصبح تفتيش وبالليل تفتيش. ولقيوا حاجة؟ لا، لقوا صوره بتاعت احمد وصوره انا وهو. دي اللي كانت مشهورة في الاهرام. الو. لولا، انا احمد يا لولا. وعاوز ايه؟ اقدر اجي عندك يا لولا؟ يا اخي اعمل معروف، ابعد عني، انت عاوز توديني في داهيه. انا بقالي 3 ايام داير في الشوارع، مش لاقي لقمه اكلها ولا حته انام فيها. الله. التاني هو فين؟ خليني اكلمه. احمد. لولا، لولا، لولا. احمد، احمد، قفل السكه. عشان كده مش عاوزه تخليني اجي. سعاده البيه المليونير عندك. وانت مالك؟ انا مالي؟ بعد كل اللي عملته علشانك ضحيت بشرف ومستقبلي، وعاوزه تسيبيني عشان واحد زي ده عرفتيه بقالي جمعتين. انا حره ببيتي، استقبل اللي يعجبني واخرج اللي ما يعجبنيش. اتفضل اخرج بره. بره؟ ايوه بره. انت مجرم وقاتل، وما خرجتش انا هبلغ البوليس. انت بلغ البوليس؟ عاوز تخلص مني؟ عشان كده سلمت صورة البوليس عشان يقبض عليا. اسمعي، انا لحد دلوقتي لا انا مجرم ولا قاتل، لكن هكون كده هقتلك قبل ما تقتلني. بس وانا تايه. البوليس يا عباس بيه، البوليس. اعمل ايه دلوقتي؟ اسلمه للبوليس؟ اوعي تودي نفسك في داهيه، هيتهموك انك خبيتيه من غير ما تبلغي عنه. القانون ما يرحمش. احمد، احمد، هو يا احمد البوليس. احمد، هو. ما تخافيش، انا هقربه من سجن الخدامين. تعالى معايا يا احمد، تعالى معايا. احمد، بقيت كويس. ايوه، خلي بالك، انا هقربه من سجن الخدامين. اوعي تغلطي. لا.
ما جاش برضه؟ لا ما جاش. فتشوا الشقة. مش قادر افهمك. انت معايا ولا ضدي؟ ايه اللي انت عايز تفهمه؟ اذا كنت بتحب لولا صحيح ما سلمتنيش للبوليس ليه؟ انا هسلمك للبوليس. ما تخافش مني يا احمد. لكن انت اعتديت عليا وخدت مني حبيبتي. حط صوتك. ما خدتش منك حبيبتك. انا حبيت اخلصك منها. تخلصني منها؟ ايوه. دي بنت خطر. مشيك معاها هو اللي دفعك للجريمه. انا مش مجرم. انت قتلت مدام كاترين. ابدا ابدا، انا مش قاتل، انا بريء. بريء. لكن الشهود اللي شافوك في ساعه الجريمه. انت من رجال النيابه. بدك تستدرجني عشان اعترف بجريمه انا ما ارتكبتهاش. لا لا يا احمد. لا يا حبيبي ابدا. انا عايزك تثق فيا. انا ابوك. ابوك كان صاحبي. والدتك الله يرحمها صد عليك قبل ما تموت. انت تعرف والدتي؟ اعرف والدتك من 21 سنه. كنت انت لسه ما اتولدتش. كنتوا ساكنين في الهياتي. ايوه ده صحيح. استنى. يلا بينا. ادي الحكايه كلها يا عباس بيه. ما خبيتش عليك ولا حاجه. انا قلبي حاسس انك بعيد، لكن الظروف كلها ضدك. انا طول عمري سيء الحظ، لكن اعمل ايه؟ تسمع كلامي. انا وضعت نفسي بين ايديك، تصرف زي ما يعجبك. احمد سلم نفسك. اسلم نفسي؟ انا كنت فاكر انك هتخبيني عندك وتحميني من البوليس. انا عايزك تعيش انسان محترم، مش في نظري انا وانت بس، بل في نظر الكل. عايز الكل يعرفوا انك بريء. مش عايز حد يقول عليك انك مطارد، انك متهم. عايز امهد لك الفرصة لمستقبل كريم وحياة نبيلة. مستقبل ايه؟ انا ما عنديش اي سلاح اقدر ادافع بيه عن مستقبلي ولا عن حياتي. انا فقير يتيم. لا يا احمد، ما تقولش يتيم يا احمد. اعتبرني ابوك يا حبيبي. انا هدافع عنك بكل قوتي. هجيب لك اكبر محامين في البلد. لازم اثبت للكل انك بريء. ايه يا رايك يا ابني؟ ما خبيش عليك يا عباس بيه ان مركزنا في القضيه دي ضعيف، لكن انا هعمل كل جهد. متشكر قوي يا باشا. ايه انت بتعمل ايه؟ لا ولا حاجه. اتفضل. طيب بعدين يا اخي مستعجل ليه؟ معلش مقدم اتعب. متشكر. انا متشكر قوي. السلام عليكم. عليكم السلام. بقى شوف يا احمد، المحامي زي الطبيب تمام، ما يمكنش يصل لنتيجه الا اذا عاون موكله وما خباش عليه شيء من ظروف القضيه. انا ما خبيتش حاجه عن سعادتك ابدا. بقى كنت رايح بس لمجرد انك تستلف من مدام كاترين فلوس. ايوه. وكان لك عاده قبل كده تستلف منها؟ كتير، مش انا لوحدي بس، انا وغيري كمان. ولما رحت لها مين فتح لك الباب؟ لقيت الباب مفتوح. يا احمد، مش معقول ان واحده زي دي عايشه لوحدها وعندها فلوس وبتسلف بالفايز تسيب باب بيتها مفتوح. اهو ده اللي حصل. يا احمد،
انت في حاجة مخبيها عني، وده مش من مصلحتك. أؤكد لك مش من مصلحتك. ها؟ انا ما عنديش حاجه غير اللي قلتها. محكمة. فتحت الجلسة. أمر الإحالة. المتهم أحمد عبد الله متهم بأنه في يوم الأحد 14 ديسمبر سنة 1949 بضاحية المعادي قتل مدام كاترين عمدا بأن طعنها بسكين قاصدا قتلها فمات. قد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي السرقة بطريق الإكراه. النيابة تطلب تطبيق المادة 234 فقرة ثانية من قانون العقوبات. أحمد عبد الله، أنت قتلت مدام كاترين وسرقت مصاغها وفلوسها؟ لا يا بيه، أنا مصدوم. نادي الشاهد الأول. عبد الرحمن عبد العزيز. عبد الرحمن عبد العزيز. أفندم. اسمك؟ عبد الرحمن عبد العزيز. سنك؟ 45 سنة. سمعتك؟ كوالنجي. قول والله العظيم أقول الحق. والله العظيم أقول الحق. إيه اللي تعرفه؟ في يوم من ذات الأيام جاني الأفندي ده وجايب لي معاه مفتاح وقال لي اعمل لي زيه. وبعدين عملت له المفتاح وكان متفق معايا على 15 ساغ. اداني ورقة ب25 ساغ ومشي من غير ما ياخد الباقي. وساب الباقي ليه؟ بقشيش؟ لا يا سعادة البيت، الظاهر ان عقله كان سارح شوية. سارح ازاي؟ علشان لما بفكره بانه ياخد الباقي اتلخم وخدهم ومد بسرعة، حتى من كتر لخمته الزحلق وقع على الرصيف. واشترى علبة سجاير ونسى يدفع ثمنها وخرج. قمت نبهته فدفع ثمنها ومشي ناحية بيت مدام كاترين. أنا كنت راجع من نادي المعادي الساعة 9:30 في طريقي للبيت، وجئت بالأفندي ده يجري مندفع من باب بيت مدام كاترين. كان هيقع تحت العربية، يقول ربنا ألهمني بإني أفرمل الفرملتين. ليلتها أنا كنت متأخرة على شغلي والساعة كانت واخري حوالي 10:30. بفتح باب الشقة ونازلة لقيت أحمد وشه أصفر ومرتبك وإيده عليها دم. اتخضيت، سألته إيه يا أحمد؟ قال لي اعملي معروف خبيني. الحقيقة خفت وطردته. أنا جمعتها كنت في الفيوم وعرفت الخبر من الجرايد. صحيح أحمد كان أخيرا على خلاف مع مدام كاترين، لكن ما اعتقدش إنه يقتل. ده طول عمره هادي وأخلاقه كويسة. النيابة. استمعتم يا حضرة المستشارين إلى شهادة الشهود الذين شاءت عدالة السماء أن تسوقهم إلينا الواحد بعد الآخر ليدلوا إلينا بالحق الذي لا يأتيه الباطل. صانع المفاتيح تمر عليه في كل يوم عشرات الوجوه فلا يستطيع أن يذكرها بطبيعة الحال، ولكن عدالة السماء شاءت أن تزل قدم المتهم أمام المحل فيسرع صانع المفاتيح إلى نجدته مما يطبع صورته في مخيلته فيتعرف عليه بسهولة. البقال يعرف مدام كاترين ويعرف زبائنها، وقد أقر بما لا يدع سبيلا إلى الشك بأنه رأى أحمد في تلك الليلة وفي ذلك الوقت بالذات يتجه إلى منزل مدام كاترين بعد أن اشترى منه علبة سجاير. أرجو أن أوجه عناية المحكمة إلى ما أثبته تمثيل الحادث من أن الظلام يكون حالكا في تلك الجهة بعد الساعة 8 بحيث لا يمكن للبقال أن يتبين وجهة أحمد بعد شراء السجاير وانصرافه، لا سيما أن الشاهد كان داخل محل. أرجو سعادة الرئيس أن يلفت نظر الدفاع إلى عدم مقاطعتي. لي الحق، كل الحق في مقاطعة النيابة. إني هنا أدافع عن حياة. وكأنما أراد القدر أن يزيد أدلة الإثبات دليلا لم يكن يخطر في بال أحد، وهو مرور راشد بيك بعربته في نفس اللحظة التي خرج فيها الجاني بعد ارتكاب جريمته مهرولا من هول ما اقترفت يداه حتى كادت أن تدهمه السيارة. ثم هناك شهادة الراقصة لولا التي أثبتت
أنها رأت بعيني رأسها يد المتهم مخضبة بالدماء، وكذا منديله الذي طلب منها أن تخفيه فأبت. كل هذه الأدلة القاطعة يا حضرات المستشارين، مضافا إليها خطاب التهديد بالقتل الذي لا يدع أمامنا سبيلا إلى الشك في أن هذا الشاب الشرير العاطل طريد المدارس خريج الكباريهات هو القاتل. يا حضرات المستشارين، إنني قبل أن أقف في هذا المكان كنت ممثلا للنيابة، ثم جلست في منصب القضاء طويلا، ولهذا فإنني حين أتناول هذه القضية لا أتناولها كمحام فحسب، بل أنصب نفسي فيها ممثلا للاتهام والدفاع والقضاء معا، ولا أدع سبيلا إلى قرينة ضد المتهم أو في صالحه إلا تتبعتها كي أستخلص منها الحق، سواء كان للمتهم أو عليه. فإن كان مجرما لكنت نزهت نفسي عن الدفاع عنه، وإن كان بريئا وهو بريء فإني أهيب بكم أن تتسع صدوركم لما شاءت العناية الإلهية أن تسوقه لي من الأدلة على براءته، رغم قسوة الظروف وكثرة القرائن التي تجمعت على موكلي في هذه القضية. ولكن هل حقا قست الظروف وكثرت القرائن؟ إنها ظروف سلبية وقرائن وهمية وشهادات شهود لا تستند على أساس صحيح، بل لا تكاد تنهض قائمة على أرجلها. يقول صانع المفاتيح إن المتهم صنع عنده مفتاحا. يا للذاكرة القوية، هذا صاحب محل يفد إليه كل يوم عشرات من العملاء يطلبون منه نفس الطلب الذي قيل إن المتهم طلبه منه، فهل يعقل أن تظل صورته مطبوعة في ذاكرته لمدة تزيد عن 6 شهور؟ وذلكم البقال الذي لم يخرج من دكانه، هل ضرب الرمل واستوحى النجوم فعرف أن هذا الشاري ذاهب إلى تلك الجهة والشاري الآخر ذاهب إلى الجهة الأخرى؟ والبيه صاحب العربة ثبت أنه لم ينزل منها ليتأكد من وجه موكلي، ونور العربة عادة يضرب إلى الأمام لا إلى جوانب السيارة. وهذه اللولة، من تكون هذه اللولة؟ إنها امرأة بائعة غرام وصيادة قلوب ونقود، كانت تربطها بموكلي الصلة ثم قطعها وانصرف عنها إلى غيرها، فدفعتها الغيرة العمياء إلى اختلاق حادثة وهمية لتنتقم لنفسها من موكلي. أما القول بأن البصمات التي وجدت على ملابس القتيلة هي بصمات أحمد فقول لا يستند على أساس، لأننا لو رجعنا إلى فن تحقيق الشخصية ثبت لنا أنه لا يمكن الأخذ بالبصمات المضطربة التي يتركها المجرم على أشياء لينة، لأن العادة أن تؤخذ على الأجسام الصلبة حتى يمكن استخراج العلامات المميزة لهذه البصمات. أما فريد شوقي ولو أنه يدعي أنه كان هناك خلاف بين المتهم والمجني عليها، إلا أنه يقطع بأن موكلي على خلق متين لا يجعله أهلا لارتكاب هذه الجريمة المنكرة. يا حضرات المستشارين، هذا هو مجمل ما يؤخذ على موكلي، وهي أقوال كما ترون لا تستند إلى حق ولا تصلح لأن تكون دليلا ماديا ولا شبه دليل على أخذ موكلي بهذا الاتهام الشنيع. إن الله قد وضعكم هنا لتقولوا كلمة الحق والعدل، فأسأله تعالى أن يلهمكم النطق بما يعلي كلمة الحق، وأن ينطق على لسانكم ببراءة المتهم. الحكم بعد المداولة. رفعت الجلسة. ازاي الحال يا احمد؟ انا اشكرك يا سعاده الباشا، انت اجهدت نفسك في الدفاع عني، لكن يا ترى ربنا موجود يا ابني، ما تيأسش. أنا مش قادرة أصدق بقى الولد اللطيف ده يقدر يقتل حد. ده قتلني بعينيه. محكمة.
أعيدت الجلسة. بعد سماع المرافعات والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا، قررت المحكمة إحالة الأوراق إلى فضيلة المفتي، وحدد للنطق بالحكم جلسة 15 الجاري. أوراق للمفتي؟ إعدام مرة واحدة، لا حول الله. إعدام؟ عباس بيه مهتم جدا بموضوعك. كتر خيرك وخيره. هنرفع نقض عن الحكم واتعشم خير ان شاء الله. كل اللي يعمله ربنا كويس، لكن انا استاهل العقاب لاني مشيت في طريق اعوج، لكن ما قتلتش. انا بريء والله. انا واثق من براءتك، لكن ادله النيابه وشهاده الشهود كانت قويه ضدك. مفيش غير فريد شوقي اللي يا دوب جه في صفه. ما كانش يقدر يقول غير كده، خاف لا تيجي رجله. تيجي رجله؟ هو له يد في المساله؟ ايوه، انا وفريد كنا بنشتغل عند مدام كاترين. كنتوا بتشتغلوا عندها ايه؟ كانت بتزيف الورقه ام 10 جنيه، وكنت انا وفريد بنوزعها لها وناخد نصيبنا. وفي المده الاخيره حسيت ان البوليس بيراقبني، فما بقتش اوزع زي الاول، فزعلت مني مدام كاترين وطردتني. رحت انت كاتب لها جواب التهديد، مش كده؟ ايوه، وكنت فاكر ان فريد له يد في طردي، فجالي فريد وقال لي انه زعلان منها هو راخر، وعرض عليا اننا ننتقم. فقلت له ازاي؟ قال لي نسرق فلوسها ومجوهراتها اللي جابتهم من شقايا وشقاك. عظيم. وبعدين؟ اداني فريد مفتاح باب مدام كاترين وطلب مني ان اعمل واحد زيه، ورسم الخطه وقال لي انها كل يوم حد بتروح السينما الساعه 9، فتروح وتنفذ الخطه. عملت زي ما قال لي. طيب وما قلتش الحقيقه ليه في المحكمه؟ ما قدرتش. يعني عايزني اقول لهم ايه؟ رايح اسرق افضح روحي؟ انت عبيط للدرجه دي؟ تعبتنا وتعبت نفسك. بس المساله بقت سهله قوي. فكرش بقى وشد حيلك ونام مطمئن. أنا لازم أصرحك بالحقيقة. أنا مش شاب صغير. أنت عارفة وأنا عارف إن اللي بيني وبينك مش حب ولا استلطاف. من ناحيتك مصلحة، ومن ناحيتي أنا كمان مصلحة. تقصد إيه بالكلام ده؟ أنا هبوح لك بسر خطير، بس أرجوك المحافظة عليه مؤقتا. توعديني؟ أوعدك بشرف. ولو ان مفيش ناس كتير بيصدقوا الارتيست اللي زيي لما تحلف بشرفها. انا هصدقك. احمد اعترف انه اتفق ويا فريد على سرقة كتير، مش على قتلها. لما راح احمد علشان يسرق لقاها مقتولة. غريب. امال مين اللي قتلها؟ معرفش، لكن من قلبي انا حاسس ان احمد بريء. عايزك تعاونيني على اكتشاف القاتل الحقيقي. واحمد يهمك في ايه يا عباس بيه؟ ده السر اللي انا عايز اقول لك عليه. احمد ابني. ابنك؟ ايوه ابني. غلطة
شبابي. احمد ما ضركيش يا نور. حاول انك تنقذي احمد معاي. ارجوكي تقدري عواطفي. انا اب عايز ينقذ ابنه من حبل المشتات. عباس بيه، أنا ما كنتش فاهمة الموقف. أنا مش شريرة زي الناس ما بتتصور. الظروف هي اللي دفعتني للشر. انا عارف. أوعدك إني هساعدك من كل قلبي. هكفر عن السيئات اللي سببتها لأحمد. اشكرك وانا مستعد لكل طلباتي. أنا مش منتظرة مكافأة. مكافأتي إن أحمد يطلع وربنا يهنيه بابتسامة لأنها بتحبه. الحقيقة هي بنت طيبة وتستاهل كل خير. الدليل انا عايز الدليل اللي ينقذ لي ابني. انا عندك الدليل ده. هلاقي الدليل. بشك في كل واحد. بشك في نفسي. فريد، تفتكري فريد له يد في الموضوع؟ فريد؟ وليه لا؟ ده أكبر مخلوق كله شر. إزاي الفكرة دي راحت عن بالي؟ تعرفي حاجة عنه؟ أعرف حاجات كتير عن حياته وعن أهله. اطمن، إن شاء الله هننقذه. ننقذه يا رب يا رب. مش حضرتك الست نعيمة شوقي؟ ايوه، وحضرتك تبقى مين؟ انا يا ست جاي من عند فريد افندي اخو حضرتك. اخويا؟ اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اتفضل اتفضل. احب اقول لحضرتك كلمتين كده على انفراد، بس اخشى ان يكون عندي ضيوف او هتخرجي او وراكي شغل. لا ابدا يا اخويا، انا قاعده انا والعيال. اتفضل اتفضل. والله يا ستي ما انا عارف ابتدي اقول لك ايه، اصلها مصيبه كبيره. ليه كفر الشر؟ اخويا جرى له حاجه؟ لا ما تتخضيش، بس المساله ان في واحد ابن حرام راح بلغ عنه للبوليس فقبضوا عليه وخدوه من الدار للنار. يا خبر اسود. ليه؟ ما انت عارفه ليه، اصل الحكايه انكشفت. حكايه ايه؟ انت خايفه مني؟ ده انا وفريد اخوات. ده بعتني عشان اقول لك تخبي الصيغه والفلوس في حته ما حدش يعرفها ابدا، لا يمكن البوليس يجي تفتش. طيب وهخبيهم فين؟ اوعي تقلي عقلك وتشيليهم عند حد، لا يلهفهم منك ولا يبلغ عنك. لا يا اخويا، هو انا مجنونه؟ اسمعي، نعم. ما عندكيش فرن؟ عندي. عال شيليهم جوه الفرن وغطيهم بشويه حطب، وان شاء الله ربنا راح يجيب العواقب سليمه. ان شاء الله يا رب. امين يا رب. بس وحياتك ابقى طمني عليه، ربنا يوقف له ولاد الحلال. طيب يا ستي بقى عن اذنك استاذن وخليكي بعافيه. وده كلام؟ مش لما نعمل لك فنجان قهوه ولا اجيب لك لقمه تاكلها ويانا؟ يا ستي وانا غريب، ده بيتي، انما انا لازم ارجع مصر النهارده علشان اشوف له محامي. طيب يا اخويا، الهي ما ننحرم منك ابدا. مع السلامه. الله يسلم خاطرك يا ستي، اقعدي بالعافيه. الله يعافيك. انت ايه بالظبط كانت علاقتك بمدام كاترين؟ كنت وكيل اعمالها. يعني ملم بكل شيء عنها وعن داخلياتها؟ تقريبا. طيب القي نظرة على محتويات العلبة دي وقول لنا، هي دي مصوغات القتيل؟ دي معرفش. ما تعرفش ازاي يا اخي؟ ده انت وكيل اعمالها وكنت عايش معاها في بيت واحد. ما شفتهاش ابدا في يوم من الايام لابسه حاجه من دول؟ معرفش. احنا تقدم لنا بلاغ بان مصوغات القتيل واموالها موجوده عند اختك في بيتك اللي في الفيوم، ولما البوليس فتش وجد المصوغات دي. فتعلل ازاي وجود الاشياء دي في بيتك؟ مش ممكن. اختك اعترفت بانك سلمتها الاشياء دي وطلبت منها انها تخبيها. اختي كدابه، ما حصلش. هات اختك. اختي ايوه ايوه. فريد، انت قلت ان انا خبيت عندك الصندوق ده؟ انا؟ لا، مين قال كده؟ انت اعترفتي بان العلبه دي تخص اخوك فريد وانه طلب منك انك تخبيها عنه. ما حصلش، انا ما قلتش حاجه. يا وليه دي اخبارك مثبوته في محضر رسمي وبصمه عليه بصباعي. ابدا يا سيدي، ابدا يا سعاده البيت. دخل الجماعه، اتفضلوا. وقفوا
في وسطهم يا عسكري. دخل السواق. يا طلبة، ثبت من سجل كشك المرور بتاع الفيوم انك حضرت بالتاكسي بتاعك الى مصر في يوم الحد 14 ديسمبر سنة 49 ورجعت في نفس الليلة، وانت اعترفت بكده. ايوه يا سعاده البيه. وقلت ان اللي استأجرك في الرحلة دي واحد يا فندم. مظبوط يا سعاده البيه. قمت من الفيوم الساعة كام؟ الساعه 6:30 مساء. ووصلت مصر امتى؟ الساعه 7:30 مساء. يا سلام، ده انت كنت بتسوق بسرعة جامدة قوي. ما الاجره كانت جامده قوي يا سعاده البيه، 25 جنيه. وقعدت في مصر قد ايه؟ الافندي سابني في محطه مصر وقال لي راجع لك تاني. يا دوب كلت لقمه ومونت العربيه زيت وبنزين، وبعد يجي ساعه ونص كده طب عليا وقال لي يلا نرجع تاني. طيب لو شفت الافندي ده تقدر تعرفه؟ اعرفه قوي ليه وانا كروديا؟ طيب بص كده شوفه موجود هنا. ده هو الافندي ده هو. انت بتقول ايه يا راجل انت؟ هو ده يا طلبة؟ هو بجسمه وشحمه ولحمه ونعرفه من وسط قلب. انت مجنون، انا عمري ما شفته قبل كده. ايه وال 25 جنيه والعجله اللي فرقعت وساعتين التركيب للستيب. اعترف احسن لك يا فريد. ده كذب يا بيه. اكتب. بناء على ما تجمع لدينا من الادله امرنا بالقاء القبض على فريد شوقي وكذا شقيقته المدعوة نعيمة شوقي وتقديمهما إلى حضرة قاضي الإحالة. نادي الشاهد الأول. سيكا ميكا. سيكا ميكا. أفندم. اسمك؟ الأستاذ سيكا ميكا. عمرك؟ 35 سنة و3 أشهر و7 أيام وساعتين. صنعتك؟ موسيقار. قول والله العظيم أقول الحق. والله العظيم أقول الحق. إيه اللي تعرفه في القضية؟ والله يا سعادة البيه أنا من زمان بشك في فريد شوقي، ولما كلفنا عباس بيه بمراقبة أحمد كنت بشوفهم الاتنين يتقابلوا كتير قوي، دخلني الشك أكتر. رحت واخد بعضي وتاني مسافر على الفيوم، قابلت أخته، قعدت أدحلبها يمين وشمال لغاية ما اعترفت لي بإن السيرة والفلوس موجودين عندها. وبتفتيش المنزل المذكور عثرنا على المصوغات والأموال. أنا جبته من الفيوم لمصر ورجعته في نفس الليلة. حكمت المحكمة حضوريا أولا براءة أحمد عبد الله من تهمة القتل المنسوبة إليه وإطلاق سراحه فورا وإضافة المصاريف على جانب الحكومة. ثانيا براءة نعيمة شوقي من تهمة التستر وإخفاء أشياء مسروقة. ثالثا إحالة الأوراق إلى فضيلة المفتي بالنسبة لفريد شوقي والنطق بالحكم بعد أسبوعين. أنا كنت متأكدة إنه بريء. قلب المؤمن دليله. انا مش عارف اشكرك ازاي يا سعاده البيه. ما تقولش سعاده البيه، قول لي يا بابا. بابا آن الاوان عشان اقول لك على السر اللي كنت مخبيه عنك. ايوه يا احمد، انا ابوك. غلطه في ايام شبابي لكنها عذبتني كتير، عذبتني سنين طويله. سامحني يا حبيبي، سامحني يا حبيبي. دلوقتي انا اطمنت على شغلي، بقيت راجل كبير، انت تحل محل ايه؟ ما انت مرفوضه من الشركه ابتداء من النهارده. أنا؟ ايوه انت. أنا عملت حاجة؟ انت مكانك مش هنا، انت مكانك في بيت جوزي احمد حبيبي.